سي دريس واغريس الامين العام للمنظمه غنشوف معاه سؤال اخير حول كيفاش هو شاف الحكم. استاذي صدر الحكم اليوم، كيفاش مشى الحكم استاذ؟ بالنسبه للحكم على المتهم ب4 سنوات مع اغلاق القناه سجن نافذه، والحكم على المتهم بسنه واحده. بالنسبه لهيئه الحكم اقتنعت من خلال الوثائق ووسائل الاثبات اللي كاينه في الملف، والمحكمه شافت بان هذا الحكم من شانه تحقيق الردع الخاص للمتهمين، وكذلك تحقيق الردع العام باش تكون العبره كل فرد اللي ممكن يقدر يقدم على مثل هذه الافعال. بالنسبه للتعليق اللي طلبته منا، بالنسبه لنا ما نعلقوش على الاحكام، وانما ما نقدروش نغمضوا عينينا على الحكمه ديال السيد وكيل الملك بملتمسه الحكيم جدا اللي تقدم به خلال الجلسه، الرامي الى اغلاق القناه. وفعلا الحكم تضمن اغلاق القناه. بالنسبه لنا حنا كتبان لنا واحد اللي هي عندها واحد القيمه معنويه اللي كثيره الى جانب الاهداف الاخرى، من بينهم هو حمايه الاطفال اللي كيبقى من اهم الانشطه اللي ملقاه على عاتق جمعيه مفتاح حلول، وكذلك على المنظمه المغربيه لحقوق الانسان والمساواه الدستوريه، اللي كتبقى هي الحمايه ديال الاطفال ايداعهم في مكان امن تحت اشراف السيد وكيل الملك.